دي احلى طريقة فراخ انا جربتها، وبجد مش بتاخد اي مجهود خالص. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا نبتدي. انا هنا عندي صدور من الفراخ، هبدأ ان انا افتحها بالشكل ده، وهتبلها بفلفل اسود وملح وبابريكا من الجهتين، شايفين بالشكل ده. وعندي الخليط بتاع الزبدة ده عملته ازاي. شويت راسين من الثوم في الفرن وخرجتهم، بقوا معجون كده، حطيتهم في الزبدة وزودت عليهم بقدونس وفلفل اسود وملح، وبقوا بالشكل الخطير ده. هنبدأ بقى ان احنا نفتح الصدور كده من النص، شايفين، وبتبلهم بالفلفل الاسود وبابريكا وملح من الجهتين، وبعد كده بحشيهم من خليط الزبدة ده. هخلص الكمية بتاعتي، وبعد كده الخطوة دي اختيارية، وممكن ان احنا اصلا نزودها على خليط الزبدة ده، بس انا نسيت، فعشان كده فتحت صدور الفراخ وبشرت عليها من الجبنة، من جبنة البارميجان. بس دي خطوة اختيارية، وممكن تعملوها بدل بارميجان تعملوها موتزاريلا او تشيدر براحتكم، يعني هي خطوة اختيارية ليكم. بعد ما زودت الجبنة قفلت الصدور كده، وهبدأ بقى نسويهم. عندي هنا الطاسة بتاعتي سخنة، نزلت عليها بمعلقة سمنة صغيرة، وبعد كده هنزل بصدور الفراخ دي اسويها من الجهتين لغاية ما تاخد اللون الخطير ده من الجنبين. هخلص الكمية بتاعتي، وبعد كده هرصهم في صينية، وبنفس الصوص الزبدة اللي انا كنت عاملاه اللي اتبقى منه هدهنهم كده من الوش بنفس الصوص ده، وبعد كده برضو بشرة بارميجان على الوش كده عليهم كلهم، وهدخلها الفرن حوالي يعني تلت ساعة بالظبط، مش كتير، مجرد بس الجبنة تسيح وهخرجهم على طول. وده شكلهم اول ما خرجوا، شايفين الحلاوة عاملة ازاي، وبجد طعمها خطير. والناس اللي بتحب الثوم المشوي كمان في الاكل هتعجبهم جدا. شايفين الصدر طري ازاي من جوه. وبجد طعمه خطير. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ورمضان كريم.